هذه قصة حقيقية أحببت أن أشارككم بها، فيها جمال وعبرة تستحق التأمل. استمعوا للنهاية. في أواخر أربعينيات القرن الماضي وقعت في الولايات المتحدة حادثة عجيبة أثارت حيرة القضاء، فقد توفي رجل ثري، وبعد سنوات ظهرت امرأة تحمل طفلا وادعت أنه ابن لذلك الرجل، ولم تكن اختبارات الحمض النووي معروفة في ذلك الحين، فاحتار القضاة بين تصديقها أو رد دعواها. بحثوا في القوانين الأمريكية فلم يجدوا حكما يشبه هذه الحالة، فتوجهوا إلى قوانين الأمم القديمة الرومانية واليونانية والهندية وشرق آسيا، لكنهم لم يعثروا على جواب، فقرروا إرسال لجنة إلى تركيا لعلهم يجدون فيها علما ينفعهم، فأرشدوا إلى مفتي إسطنبول في ذلك الوقت العلامة أمر الناصحي بلمن رحمه الله. وعندما عرضوا عليه القضية سألهم سؤالا أدهشهم: هل عظام الرجل المتوفى ما تزال محفوظة؟ فلما أجابوا بنعم طلب منهم أن يبحثوا عن عظمة صغيرة في أسفل الظهر تسمى عجب الذنب، ثم قال لهم: ضعوا على تلك العظمة قطرة من دم الطفل، فإن امتصتها فذلك دليل نسبه، وإن لم تفعل فدعوى المرأة باطلة. غادر الوفد تركيا متعجبين، وبعضهم غير مقتنع بما قاله الشيخ، وخصوصا الطبيب المرافق لهم، ولإثبات خطأ المفتي كما ظن فتح القبر وتم إخراج العظام، فوضع الطبيب قطرة من دمه على العظمة فلم تمتصها، ثم وضع دم الطفل فإذا بالعظمة تمتصه فورا، فوقف مدهوشا وقد تحول شكه إلى يقين. وبعد عودتهم سأل بعض الحاضرين المفتي: من أين لكم هذا العلم؟ فقال: إن هذه العظمة لا تبلى ولا تفنى مهما مر الزمن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يبعثون منها يوم القيامة، فهي أصل الخلق وأساس العودة. قال تعالى ردا على منكري البعث وقال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل العبرة والاعتبار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله العظيم. ختاما: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.